بابا تضربني بقلم عمرو؟ بابا اضربك. تضرب ابوك؟ بابا اضربك عشان سايب مراتي معاك امانه، تفضل تضربها بالقلم بتاعها تضربها. ومهما حصل تضرب ابوك يا عمرو عشان مراتك؟ اضرب اي حد خاوي ربنا، واي حد يجي قدامي عشان مراتي هدوسه. وانت عرفت ايه اللي حصل يا عمرو عشان تظلمني كده؟ ايه اللي حصل عشان تضربها؟ هقول لك اللي حصل يا ابني. اتأخرتي ليه يا أحمد؟ مش قلت لك ما تتأخرش تاني؟ ما انت عارف عقبال ما لبست ونزلت الطريق كان زحمه. على فكره انا مش قادر استحمل اكتر من كده. انت مش قلت هتتخلعي الواد ده؟ والله العظيم نفسي يا أحمد، وكمان أنا قاعدة بخدم أبوه، خلاص زهقت واتخنقت، وأبوه قاعد لي بص زي الشعرة في العجينة عامة، كل ما أعمل أي حاجة مناخيره فيها، لازم يعرف أي حاجة. على فكره أنا أصلا حاسة إن ودنه معانا. انت يا عم في نفسك كده من الاول يا بنت الناس، قلت لك بلاش الجوازه دي. انت قعدت تقطع منه قرشين ومصرحه واداه جت على دماغك، بقى تخدميه هو وابوه. طب أنا أعمل إيه يعني؟ سيبك من اي حاجه، انت وحشتيني. أنت مين ده يا روح؟ انا فاهم حضرتك. فهمني يا اسطى. انا فاهم. مين ده يا روح؟ بتكون ابني ومش موجود؟ هو ده اللي حصل. حتى عايز لو ده تكون جاي من حصل الشغل. انت كداب يابا. أنا انا مراتي كداب؟ ما تعملش كده. انا مراتي ايوه انا أقسم- عمري ما اعمل فيه كده. ايه اللي انت بتقوله ده اصلا؟ انا مراتي محترمه وبتصن وبتحبني، لو قلت كلمه عليها تاني اقسم بالله مش هبقى ضرب قلم بس، هبقى على موتك. اخرتها يا عمرو مش اخرتها يا عمرو. يا عمرو بقول لك مراتك يا عمرو. انت برضه دي تاني مره بتكرر سيره مراتي في الغلط. انا بعد كده مش هحترم انك ابويا. دقيقه واحده ما لكش قدامه تنزل تحت. بس معلش يا عمرو. الغلط مش عندك انت، الغلط عندي انا من تربيتي. بس اقول لك على حاجه، شوف يا ابني اللي انت عايزه وانا تحت امرك. يلا اسرح. ما تزعلش نفسك يا حبيبي، هما لما بيكبروا بيخرفوا. انت ما تزعليش مني، حقك عليا. ابويا ظلمك بس انا اهو خدت لك حقك. ماشي يا حبيبي، أنا هروح أعمل لك الأكل. ماشي يا روح. بقول لك ايه يا احمد، ما ترنش عليا خالص، انا لما اقعدك هبقى اكلمها عشان حماية كلم جوزي وحكى له على كل حاجه، وجوزي جه ومرمط بكرامته الشقه، وانا دخلت له بالصعبانيات كلها. طبعا ان انا ما اقدرش اعمل فيه كده عشان هو جوزي حبيبي، هو ما يعرفش اصلا ان انا قريب هخلعه. مين ده اصلا؟ لا يا حبيبي ما تقلقش، انت عندي بالدنيا وانت عارف. طب خلاص اتفقنا. بقول لك ايه، انا جوزي خلاص مشى حماية، فهو بقى كل يوم هينزل الشغل، وانا هرن عليك تيجي تقعد معايا ونحب في بعض زي ما احنا ما عايزين، بدل القرف اللي احنا كنا عايشين فيه ده. ماشي؟ لا لا ما تقلقش. خلاص ماشي. باو. ايه ده؟ ايه اللي انا سامعه ده؟ ايه اللي انا سامعه ده؟ يا عم انا ابويا ما كانش كذاب. ابويا كل حرف قاله